السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين لما يبقى في حاجة كده تحس ناحيتها ان هو وجدتها؟ انا ده احساسي بالظبط ناحية الفيديو ده، عشان كده قلت اسجله. سبحان الله، كان كل شوية يظهر قدامي اجابة سؤال: لماذا خلق الله الشر؟ وانا السؤال ده ما كانش في بالي. ولكن اجابته فرقت معايا قوي في انها جاوبت لي على سؤال تاني كان في بالي جدا وكان محير جدا بالنسبة لي. معظم الاجابات اللي كنت بشوفها كانت بتدور حول انه علشان هي دنيا، وعلشان لو ما كانش فيها شر كانت هتبقى جنة مش دنيا. فبالنسبه لي الاجابات دي اثرت تساؤل اكتر، اللي هو ايوه، ليه لازم الدنيا يبقى فيها شر؟ ليه لازم الدنيا تبقى صعبه؟ ليه ما ينفعش تبقى سهله وسلسه؟ لحد ما وصلت لفكره انه لا، ما هو ده احد اختباراتنا في الدنيا اصلا. فكره التخيير، فكره ان احنا لازم يبقى قدامنا الخير والشر علشان نختار بينهم، وبناء على اختيارنا ده الشخص اللي هيختار الخير هو ده اللي هيخش الجنه. فكان لازم يكون الشر موجود عشان نبقى مخيرين بينهم اصلا. ف عارفين مثلا الجملة الشائعة بتاعت انه الحرام اسهل في الفلوس مثلا، بيوصل اسرع او بيجيب فلوس اكتر او كده، بغض النظر عن حقيقة الجملة دي، لانه فيها جزء كتير جدا من تزيين الشيطان. وزين لهم الشيطان اعمالهم او وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لانه ببساطة لو جيت سألت حد تشتغل اسهل ولا تسرق اسهل، هيقولك لا اسرق. تمام. بس لو جيت سألته يتقبض عليك اسهل ولا تشتغل اسهل، هيقولك لا اشتغل طبعا. لو جيت سألته تعرض نفسك للمخاطرة انك ممكن يضرب عليك نار، او انه مثلا تتسلق مباني مثلا بدون اي تأمين لحياتك الشخصية، بدون مراعاة لحياتك اصلا، اي حد عاقل هيقولك لا طبعا اشتغل اسهل. فاحد لعب الشيطان في الحياة اصلا هو يزين لنا السوء او يزين لنا الشر ويخلينا نحس ان هو اسهل. ولكن خلونا نسيب الحته دي ونروح بقى للجزء اللي كان فارق معايا قوي والسؤال اللي كان عندي والاجابه دي جاوبت لي عليه. عارفين دايما النصايح بتاعت السوشيال ميديا بتاعت اللي بتدفع الناس دفعا ان هم يكونوا اجريسيف ويردوا ردود جامده ويردوا الكلمه بعشرة. اكيد انتوا عارفينها. كنت عامله فيديو قبل كده برضو عن حاجه كانت منتشره وقتها، عن فكره ان هو جرب تبقى انت مش انت اللي بتبدا دايما، وشوف حد هيبدا ولا لا. انتوا عارفين طبيعه النصايح المنتشره ديت، اكيد بتشوفوها. فكان دايما عندي تساؤل انه انا من جوايا الطرح ده طرح غير اخلاقي. فكره ان احنا ندفع الناس لان هم يكونوا كله، يعني ان يدفع الشخص ان هو يكون فظ وغليظ القلب والكلام ده كله، ده كان بالنسبه لي اخلاقي لانه مخالف لتعاليم الدين. وبالنسبه لي كمان في مقياس كده بقيس عليه اي حاجه هي صح ولا غلط. فكره ان هو لو المجتمع كله اتبع الحاجه دي، المجتمع هيصلح ولا هيفسد؟ فلو المجتمع كله بقى فظ وغليظ القلب، هيصلح ولا هيفسد؟ اكيد هيفسد. وبالتالي دي دعاوى لا اخلاقيه. ولكن كان عندي اشكاليه تانية في حته انه ما هو في الواقع عندنا فعلا الشخص الفظ ممكن محدش يقدر يجي عليه، محدش يقدر ياخد حقه، محدش يقدر يدوس له على طرف زي ما بنقول. كان عندي ايرور في الحته دي. هو صح ان احنا هي دعاوى لا اخلاقيه ما ينفعش ننصح الناس بيها، بس نعمل ايه لو دي فعلا الطريقه اللي بتوصل الناس ان هم ياخدوا حقهم؟ لحد ما وصلت الاجابه دي. طب ما هو ده الاختبار. هل انه لو احنا شايفين سواء بقى بحقيقه او بتزيين الشيطان زي ما قلت من شويه ان الوسائل اللي عكس تعاليم الدين دي هي اللي بتوصلنا اللي احنا عايزينه، هل هنختار ان احنا نعملها ضاربين بتعليم الدين عرض الحائط، ولا هنختار تعليم الدين حتى لو شايفين ان احنا هنخسر مؤقتا؟ السؤال بقى اللي انا عايزه اختم بيه وعايزه اشوف اجاباتكم عشان هعمل عليه فيديو جاي ان شاء الله: هل لما بنتمسك باخلاقنا ونخسر في الموقف بنبقى خسرنا فعلا وفي الدنيا خسرنا في الدنيا ولا لا؟